السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اللي ديريستو سعاد. سمحوا لي بزاف على هاد الغيبه، ان شاء الله ما غاديش تتكرر. رجعت لكم وبقوه. جبت لكم واحد التحليه اللي جد رائعه واحترافيه 100%، اللي كيخدموا بها مقاهي كبرى. وصفه اصيله اللي هي وصفه موس او شوكولا، وصفه فرنسيه. المهم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندي واحد زوج ديال البيضات، كنفصلوا الصفار على البياض ديال البيض، من طبيعة الحال تكون بحرارة المطبخ. شوكولا نوعية جيدة، شوكولا سوداء. انا هنا خديت شوكولات ديال 55% من نسبة الكاكاو. 200 ملي ديال لا كريمه، انا خديت كريمه اللي مسوسه، ممكن انكم تخدموا بكريمه حلوه ماشي مشكل. جوج المعالق كبار ديال سنيده. بالنسبه لطريقه التحضير، غناخدو بياض البيض، غنطلعوه مورانغ بحال اللي كنخدموا مورانغ العادي. غادي نطربوا واحد شويه حتى يولي لنا كشكوشه، وعاد غادي نبداو نزيدو بالسنيده بشويه بشويه. هنا كنضيف واحد القبصه ديال الملح باش هكا تحيد لينا هذيك الزفوريه ديال البيض. مع ان ما كاين هاد التحليه نهائيا واش كتكون فيها الزفوريه، بالعكس، وانما كيكون فيها مذاق جد رائع وخطير ومذاق خرافي. هنا كيف ما كتشوفوا كنزيد السنيده على دفعات حتى كنحصل على مرانغ واقف. ومرانغ كنحصل عليه بمنقار العصفور، اي يعني مرانغ واقف تماما. كيف ما كتشوفوا في الصوره انني كنقلب البول ديالي، بياض البيض كيبقى شاد البلاصه ديالو هنا. الحمد لله حصلت النتيجه اللي بغيت. غادي ندوز للمرحله الثانيه اللي غناخذ واحد الكاسرول، غادي ندير فيها الكريمه. ضروري من ان الكريمه تكون ساخنه جيدا باش هكا تذوب لينا الشوكولاط وتعقم لينا البيض. بهذيك السخونيه ديال الكريمه هي اللي غادي تعقم لينا البيض. غنديرها فوق النار حتى كتسخن مزيان مزيان. وغادي نشد هذيك 250 غرام ديال الشوكولا سوداء، غادي نديرها في هذاك البول. غادي نزيد عليها 200 ملي ديال الكريمه. كنأكد انها تكون كريمه ساخنه جيدا. كنعاود نكرر هذه المعلومه حيت هي السر ديال نجاح الوصفه، انها تكون كريمه ساخنه كتذوب لينا الشوكولا وكطيب لينا صفار البيض وبياض البيض. كنخلط مزيان هذاك الشوكولات مع الكريمه بحراره الكريمه. غادي تذوب لينا الشوكولات، ما كاينلاش نديرو الشوكولا فوق النار. غادي نخلط مزيان مزيان حتى غادي نحصل بحال الكاناج، غادي نحصل بحال الكريمه. المرحله المواليه غادي نزيد هذوك الصفار ديال البيض، ودابا راه باقي عندي الشوكولا سخون. غنزيد وغادي نحرك مزيان مزيان باش هكا ما يطيبش لينا البيض بهذاك الحراره. يعني غادي تحركوا شويه، تخفوا ايديكم باش هكا البيض ما يتجمعش لكم وما يطيبش. غادي نبقى نحرك مزيان مزيان حتى غيدخل لي هذاك البيض في الشوكولاط وما غيبقاش يبان. من بعد غنبدا نهز بهداك بياض البيض وغندخل في الخليط ديالي بشويه بشويه من الفوق لتحت باش هكا ما يطيحش لينا البيض ديالنا. غنبقى نخلط من الفوق لتحت من الفوق لتحت حتى ينسجم لينا بياض البيض مع الموس وشوكولا. وغندير الكريمه ديالي اللي كتكون على هذا الشكل وبهذا القوام، ما كتكونش جاريه بزاف وما كتكونش قاصحه. غادي نديرها في جيب الحلواني عفوا او لابوش. وغادي نخرج منها الهواء مزيان مزيان. وغادي نسدو باش هكا نتحكم في منين نبغي نديرهم في لي فيغين ديالي. ممكن انكم تستغناو على هذه الطريقه وتهزوا غير بالمعلقه وديرهم في بوش، راه نفس العمليه. المهم هي الوصفه فقط.
من بعد ما عمرت الكويسات ديالي كاملين كنضربهم شويه مع سطح العمل باش هكا يتقاد لينا السطح حيت هي ما حتى كتبرد وهي كتشد في راسها. من بعد غادي ندخلها للثلاجه الا ما كنتوش زربانين بها واحد الساعتين ولا 3 سوايع. الا كنتو زربانين بها راه دخلوها للمجمد راه نص ساعه ما كاملاش كتشد في راسها وكتولي رائعه بزاف بزاف. المهم نخرجها من الفريغو نوريكم النتيجه. من بعد نص ساعة خرجتها من الفريغو وكيف ما كتشوفوا القوام ديالها انها قابضة في راسها مزيان مزيان. انا هنا خليتها فقط نصف ساعة وكيف ما كتشوفوا كنلعب بالكويس ديالي كيف ما بغيت بتاتا واش كتبعني كتبقى في بلاصتها. كنتمنى انكم تجربوها فعلا وصفة رائعة. انا هنا غنزينها بقشور الليمون وشويه ديال الكاكاو بودره الكاكاو اسود. نتوما ليكم الاختيار تزينوا باش ما بغيتو. كيف ما قلت لكم الوصفه تكون ناجحه ومضبوطه كيف ما درت معكم في الفيديو وان شاء الله غادي تصدق معكم. هنا غادي نشارك معكم الوصفه والقوام ديال الديسير ديالي اولا التحليه كيفاش كيكون. فهو كيكون جد كريمي ورائع والمذاق لا يقاوم مذاق خرافي واحترافي جدا جدا. كنتمنى من الوصفه انها تنال اعجابكم. ما كرهش انكم تجربوها وتشاركوني التجارب ديالكم وكنصحكم بها لعشاق الشوكولاته او لمحبي الشوكولاته فانها وصفه جد رائعه. ما تنساوش تخليو ليا التعليق كيف جاتكم الوصفه وتابوناو عندي بالنسبه للناس الجدد اللي يلاه كيشوفوا القناه ديالي فاني ان شاء الله مخبيه لكم بزاف ديال الافكار. المهم الى اللقاء